السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طبق ديال اللحم بالقيم. كيجي طبق زوين وطبق صيفي. القيم ما تيكونش ديما على طول العام، تيكون غير واحد الفتره، يعني في الصيف شي شهر ونص صافي ما كنبقاوش نلقاوه في الاسواق، بخصوص عندنا هنايا في فاس تيكون قليل. كنتمنى يعجبكم الطاجين ديال اليوم اولا الطبق ديال اللحم بالقيم اللي غنوجدو اليوم وتجربوه. خليكم معايا تشوفوا الطريقه باش وجدتو. باش نوجد الطاجين ديال القيم كنحتاج للقيم بهذا الشكل هكا داير بحال السفرجل، هو صغيور. هذا هو الوقيته ديالو. وعندي هنا الكميه ديال اللحم على حسب عدد الاشخاص اللي عندي. عندي هنا واحد البصله كبيره مشنفه، عندي هنايا الثومه بزايد، سكنجبير، الخرقوم، عويده ديال القرفه، شويه د الملحه وزيت الزيتون وزيت المائده. بطبيعه الحال الكميه ديال الزيت غتكون على حسب نوعيه ديال اللحم. انا عندي هنا اللحم ديال الغنمي، غادي ندير الزيت شويه قليله، واحد نص كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. غنجيب الطنجره. قبل ما نجيب الطنجره غادي نوريكم القيم دابا. كنقيوه هكا، كنحكوه، تيكون فيه هكا بحال الخمله. كنقسموه على جوج هكا. كنضرب السكين في الوسط، حيد له القليب هكا ديالو تسريعه، وكندير له هنايا واحد الضريبه صغيره، هي صغيره هكا. نعاود معكم واحده اخرى. هكا غادي نجيب الطنجره، غادي ندير اللحم. غادي ناخذ اللحم هنايا، غادي ناخذ البصله، وهنا العطريه اللي عندي. هنا بالنسبه للقرفه ممكن تخليوها حتى الاخر، الا ما كانتش عندكم عواد كديروا القرفه مطحونه. غادي ناخذ هنايا شويه ديال زيت المائده بركه، وهنايا واحد شويه ديال زيت الزيتون. غادي نرد الطنجره فوق البوطه تقلى مزيان، ومن بعد نضيف لها هاد الربيطه ديال المعدنوس. هنا كما كتشوفوا معايا الطنجره من بعد ما تقلات، هانتوما تقلات مزيان. غادي نزيد الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه اللحم. هنا بالنسبه للماء انا درت الماء طايب، ودائما تنديروا الماء من الجنب هكا. وغادي ناخذ ديك القبيطه ديال المعدنوس غنديرها من الفوق، وغادي نسد على الطنجره حتى يطيب اللحم، وعاد ندير له القيم. هنا كما كتشوفوا معايا اللحم بعد ما طاب حليت عليه. غادي ناخذ داك القبيطه ديال المعدنوس نحيدها. غادي ناخذ السفرجل، غادي نزيدو الطنجره. هنا في هذه الوقيته فاش غنزيد السفرجل، الا ما كنتوش دايرين القرفه عواد في الاول كتاخذوا القرفه وكدردروها من الفوق. غادي نرد السفرجل القيم، ولا تنقول السفرجل القيم يطيب. ما غاديش نسد عليه الكوكوط لان الكوكوط عندي دغيا كطيب. غادي ندير
غير عافيه مهيله، نخلي الغطايه منفسه. وإلا كنتو نتوما كطيبوا في كوكوط عاديه سدوا عليه واحد ملي تصفر حسبوا له شي 5 دقائق بحال هكا وحلوا عليه، حيت هو دغيا كيطيب وممكن يولي يتحل هكا. دابا ملي غنردو يطيب من بعد غادي ندير له انا شويه ديال العسل. ممكن ديروا السكر سنيده، انا ما غاديش ندير السكر، غادي ندير العسل. غادي نردو يطيب ونرجع معكم. هنا الطنجره من بعد ما طاب لي السفرجل، ها هو السفرجل، انا دائما عقلي مع السفرجل اللقيم كما كتشوفوا. هنايا غادي نزيد العسل، غنزيدها له واحد 2 معالق كبار. عندي هنا د العسل غادي نزيدهم على المرقه. بالنسبه اللي ما بغاش يدير العسل ممكن ديروا السكر عادي. وغادي نرجعوه فوق البوطه واحد شويه. بالنسبه لهاد الوقيته هذه فاش كنزيدوا السكر والعسل فيها كنزيدوا القرفه، فهمتي، باش كيجي كيتهرس داك الحموضيه ديال اللقيم. وممكن تخليوه بلا سكر. هكا هنا كما كتشوفوا معايا انا السكر سنيده. اللي بغى يديرو ما عندوش العسل متوفر يديرو. انا كنفضل هكا ندير العسل احسن من السكر. غادي نرجعو مره واحده اخرى فوق البوطه باش يدخلوا السكر، يدخلوا الحلاوه ديال العسل، ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا معايا صافي. غادي نبدا نقدم الطبق ديال اللقيم. هنايا كما قلت لكم قبيله داكشي علاش خاصكم تخليوه على بوطه مهيله وما تجهدولوش. الا كانت عندكم بحال الكوكوط اللي عندي انا، الطاوله اللي عندي، ما تسدوش عليه من الاحسن باش يبقى صحيح ما يتحلش. هنا نتوما كتشوفوا كنهزو بالوحيده هو باقي صحيح اللي ما تحلليش. ولكن الا مشيتو تغفلتو عليه راه كيولي حاله، يولي بحال البصاره دغيا كيطيب. الاقتراح ديالنا اليوم كان هو هذا. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. هانتوما كما كتشوفوا المريقه ديالو خاطره. كنتمنى يعجبكم وتجربوا اللقيم. صراحه هذه هي وقته، استغلوها. كما قلت لكم الاقتراح ديالنا اليوم هو هذا. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. ما تنساوش تخليو لي تعليقاتكم واللايكات ديالكم. والى فرصه مقبله ان شاء الله.